تاريخيا أن تقول إنه ولد عام 303 هجرية أو 3 هجرية، وتوفي عام 354 هجرية. عاش 51 عاما بالتاريخ الهجري، وولد عام 915 ميلادية، وقتل أو مات 965، فعاش 50 عاما بالتاريخ الميلادي، وهي فترة زمنية تبدو قصيرة إذا قارنتها بشعراء عمروا آخرين مثل زهير الذي قال سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبا لك يسأمي، ومثل معري الذي عاش يعني نيف على 80 أو ربما اقترب من 90، وغيره من الشعراء. فهي فترة قصيرة، ولكن عمر الإنسان لا يقاس بحياته التي وجد فيها على الأرض أو عاشها على الأرض. إذن هو ولد 303 هجرية في محلة تسمى الكندة أو كندة في الكوفة. إذن ولد في الكوفة، واسمه أحمد بن الحسين، وقيل أحمد بن محمد، على من قدر أن أباه هو محمد أو الإمام الثاني عشر الذي يعني اختفى. فهو واحد من أبناء أئمة الشيعة عند عبد الغني الملاح. هذا رأي عبد الغني الملاح في كتابه المتنبي يسترد أباه. فإن قلت إن هذا يبدو من الخيال فإن حياة المتنبي كلها خيال، وإن قلت إن هذه أسطورة فإنه اقترب في حياته من الأسطورة.